السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مره اخرى متتبعي القناه فهوة ونيضه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نحضر معكم حريشات صغارين معمرين بالجبن الاحمر ولافاش كيري وشرائح الديك الرومي مدخن. شوفوا على بركه الله في المقادير. بالنسبه للحرشه عندي نص كيلو تسميده رقيقه، 2 معالق كبارين السكر، شويه الملحه، معلقه الخميره معجونه، واحد البيضه، معلقه كبيره الزبده، واحد خماره حمراء، 3 معالق كبارين الزيت، وعندنا الحليب دافي باش نجمعوا الخليط ديالنا. شحال ما دخلنا يقدر يدخل لنا السيترو كامل، يقدروا يدخلوا لنا جوج كيسان د العنبه. بالنسبه للحشوه عندنا شرائح الديك الرومي مدخن مقطعين طريفات، عندنا 50 غرام، 50 غرام من الجبن الاحمر مقطع طريفات، 4 قطع د لافاش كيري هذا مذهب بالمذاق د الجبن، شويه د المعدنوس مقرد، وغنحتاج هنا 50 غرام سميده غليظه غنحتاجوها من بعد. دابا غندوزو نشوفوا على بركه الله طريقه التحضير. صافي دابا نبداو نخلطوا الحرشه ديالنا. نعمل ديك البيضه اللي كانت عندي هنايا، غنعمل الخميره والسكر والملح، غنزيد الزيت، الزبده، والخميره حمراء. صافي ملي خلطت ديك المقادير اللي عندي دابا غنبدا نجمع بالحليب. شحال ما هزيت ليت الحليب دافي. خصها تكون خفيفه شويه حيت السميده هي غتشرب. كنخليوها 20 دقيقه كترتاح عاد كنبداو نطيبوها. صافي الحرشه ديالي هذا هو القوام ديالها. هزت لي نسيت رود الحليب كامل. غنخليوها ترتاح دابا 20 دقيقه عاد باش ندوزو نعمروها ونطيبوها ان شاء الله. دابا نخلط الحشوه ديال الحرشه ديالي. انا عملت هنا ديك لافاش كيري في السلافه، غنزيد فرماج احمر، وهذاك دابا الفمي، المعدنوس، وغنخلط كلشي. صافي الحشوه ديالي من بعد ما خلطتها انا عملت منها كويرات باش نعمروها في الحريشات ديالنا. خليكم معايا. صافي دابا غنبداو نعدو الحريشات ديالنا. انا عندي واحد الدائره بحال هادي ومقله كتسخن على النار. نبداو نعدو الحريشات صغارين. كناخدو شويه سميده، واحد الدائره، ندوزو عليها سميده غليظه. وغادي نسلوها في المقله ونعوضوها وسط الدائره هذه باش يجيونا قد بعض. صافي نخليهم يطيبوا. انا نستمر على الطريقه هذه ونعاودو نطلقوا. صافي ملي كيطيبوا لنا الحريشات من الجهه التحتانيه نقلبوهم باش يطيبوا من جهه واحده اخرى. الحريشات ديالي هاهما واجدين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. اذا كنتوا حبيباتي اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي ما تنساوش تعاونوني بزيم، واللي باقي ما شارك معايا في قناتي شارك، وفي وصفه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.